وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح العرب لسانا وأبلغهم بيانا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الأعزاء، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة الجديدة نتناول مكانة اللغة العربية في العصر العباسي. والهدف من هذا البرنامج هو تقسي تاريخية اللغة العربية عبر الدهور والعصور. وتكلمنا عن العصر الجاهلي وصدر الإسلام والعصر الأموي، واليوم مع العصر العباسي، ويعتبر العصر الإسلامي للدولة الإسلامية. والعصر العباسي منسوب على الدولة العباسية التي خلفت الدولة الأموية. وكان أول خلفاء بني العباس هو أبو العباس السفاح عبد الله بن محمد بن علي العباسي، نسبه إلى العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وتولى حكم الدولة الإسلامية وهو في 26 من عمره، وهو الخليفة 19 من خلفاء المسلمين، ثم خلفه أخوه أبو جعفر المنصور، وهو الخليفة 20 من خلفاء المسلمين، والخليفة الثاني في الدولة العباسية. ويعد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية وهو أبو العباس، وقد بويع له بالخلافة في شهر ذي الحجة عام 136 هجرية بعد وفاة أخيه أبي العباس عبد الله السفاح. هذا هو أبو جعفر المنصور. وكان فحل بني العباس هيبة وشجاعة ورأية وحزما ودهاءة وجبروتا، وكان جماعا للمال حريصا تاركا اللهو واللعب، كامل العقل بعيد الغور، حسن المشاركة في الفقه والأدب والعلم. وقد بلغ اعتناؤه بالعلم أنه كان لا يسافر إلا ومعه 100 عالم يشاورهم ويهتدي برأيهم. هكذا كانت هذه الدولة أو الدول التي نشأت بعد عصر الإسلام، وهي تعتبر امتداد لدولة الإسلام الأولى. وقد قررنا مرارا أن اللغة لا تسمو إلا بأصحابها، وإنها لا تكتسب القوة إلا عن طريقهم. ولذلك نرى أن اللغة العربية أيام مجد العرب لم تجد من وصفها بالجمود والانحلال والتقهقر، لأن القوة كانت بيد العرب. هكذا هذه اللغة العربية كانت في مجدها وأوجها في العصور الإسلامية الأولى، وحيث أن العرب كانت لهم في صدر الإسلام وفي العصر الأموي وفي العصر العباسي قوة، وكانت لغتها تسرع على الشعوب بقوة هائلة، ويتسابق الناس على تعلمها، وذلك لامتداد الفتوحات الإسلامية التي كانت في العصر الأموي والعصر العباسي. ولما تولى المأمون الخلافة لم يترك التقدم العلمي للمصادفة، بل أسس مدارس خاصة للتعليم، واعتنى بالكتب العلمية، وأسس
خزانة عظمى سماها دار الحكمة. ويقال أن هذه الخزانة كانت تضم جل الكتب التي ألفت باللغات الأجنبية، أي بالفارسية واليونانية والهندية، كاليونانية والفارسية والعبرية والهندية. ولقد اتصل بملوك الروم أي المأمون فأرسلوا له بعض الكتب، وجعل من شروط صلحه مع ميخائيل الثالث ملك البيزنطيين أن يرسل إليه بعض الكتب الناظرة. هكذا كان يهتم بالنهضة العلمية في عهده. ولم يكن هم المأمون هو جمع الكتب، ولكنه كان يرى أن أعظم شيء يمكن أن يثبت به قواعد الدول هو العلم. ورأى أن اللغة العربية كانت تتسع للدراسات الفقهية والأدبية واللغوية. هذه اللغة التي حباها الله سبحانه وتعالى مكانة في الإسلام وأنزل بها القرآن تتسع للعلوم وللدراسات الفقهية، وأن العرب كانوا مشهورين بالشعر والفقه وعلم الكلام، ولكنهم كانوا في حاجة إلى الرومانيين في الطب ونحوه. ورأى أن الذين يدرسون هذه المواد من العرب يرجعون فيها إلى ما خلفه اليونان، حضارة يونانية، حضارة فارسية، حضارة هندية، كان لهم تقدم علمي. ولما جاء الإسلام أخذ من هاتيك الحضارات، والحكمة ضالة المؤمن. لذلك رأى أن لا يهدأ له بال إلا إذا ضمت اللغة العربية كل ذلك، فجمع علماء يحسنون اللغة العربية واللغة الأجنبية، وخصص فريقا لترجمة الكتب الفارسية، وفريقا لترجمة الكتب اليونانية، وآخرين لترجمة الكتب العبرية. وأصبحت اللغة العربية ترحب بهذه العلوم ووسعتها جميعا. وننظر هنا أهم علماء العصر العباسي في العلوم الإنسانية. وقد عمل المأمون على ترجمة جل ما ألفه أفلاطون وأرسطو وسقراط من اليونان، وكذلك عمل على ترجمة جل ما ألفه الفرس من كتب الأدب والفلسفة، كما عمل على نقل ما عند الهنود من الكتب في الحساب والنجوم هكذا. وأسس مدرسة للترجمة، وهو أحد المؤرخين. يقول سيديو هو أحد المؤرخين الفرنسيين في كتاب له اسمه خلاصة تاريخ العرب: إن العباسيين رتبوا 15,000 دينار لمدرسة يتعلم بها الطلاب مجانا. يعني كان يهتم بالعلم في العصر العباسي، وخاصة في خلافة المأمون. واعتاد المأمون ومن اقتدى به بعده حضور الدروس. هؤلاء الخلفاء أو الحكام أو الولاة كانوا يتعلمون العلم ويجالسون العلماء في المساجد. ونحن إذا ما رأينا شهادة هذا المؤرخ الفرنسي فإننا نعرف ما أدته الدولة العباسية إلى الحضارة الإسلامية والعربية من مجد. يعني بدأ مجد ازداد وانتشر مجد الإسلام ومجد العربية في هذه الدولة العباسية أو العصر العباسي الذي انتشر فيه، والتي مكثت قرابة 500 عام، أي 5 قرون. ومما يحكى أن المأمون كان يعطي لحنين بن إسحاق الطبيب المؤرخ والمترجم البارع من الذهب زينة ما ينقله من الكتب إلى اللغة العربية، لأنه كان يعرف لغات أجنبية بمصر. ولما نقل العرب هذه العلوم لم يكونوا جامدين، بل تصرفوا، يعني لم ينقلوا شيء، تصرفوا في هذه العلوم وهذبوها وشذبوها حتى تواكب الفهم الإسلامي
لهذه العلوم. طيب، إذن من العلماء الذين اهتموا بهذه العلوم الإنسانية عندنا الشيخ العلامة محمد بن موسى الخوارزمي، وهو من بلاد العجم، وقد اخترع العرب بلغتهم العربية القواعد الأساسية لعلم الجبر. الخوارزميات الآن ما يسمى بالخوارزميات في التكنولوجيا يرجع الفضل لهذا العالم الإسلامي أو المسلم موسى الخوارزمي. ومن اسم كتابه ألف محمد بن موسى الخوارزمي، أصله من خوارزم بأوزبكستان، ليس من العرب. كان يعيش في بغداد في عهد الخليفة المأمون، وكان مشرفا على مكتبة المأمون، وقد خلف العديد من الكتب، له كتب عدة يرجع إليها في مكانها لضيق الزمن. عندنا الشيخ الثاني أو العلامة أبو بكر الرازي، كما أنهم قد اشتهروا بالطب. هذا العالم الجليل أبو بكر الرازي اشتهر بالطب والفلسفة، حتى أن أبا بكر الرازي لقب بجالينيوس العرب لاعتبار مهاراته في الطب، وقد استطاع أن يشخص مرض الحصبة والجدري والسل، وهو أول من أشار على وجود الجراثيم، ذلك ب1000 سنة، وألف باللغة العربية كتبا متعددة. وأما الشيخ الثالث والعلامة الإسلامي أو المسلم هو أبو نصر محمد الفارابي، واشتهر بين العرب أبو النصر محمد الفارابي، وعرف بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات أرسطو، وأرسطو هو من اليونان، كان يسمى المعلم الأول، ولكن حينما قرأ هذا الشيخ الفارابي هذه كتب أرسطو وألف فيها سمي بالمعلم الثاني. ونحن إذا ما تحدثنا عن الحركة العلمية أيام العباسيين وركزنا اتجاهنا في نهضة اللغة العربية من الناحية العلمية، نحن قصدنا هذه اللغة العربية جارت اللغات الأخرى وأخذت منها العلوم الإنسانية التي تنفع في الحياة الدنيا دون غيرها، لندل على أن لغة العرب لم تكن لغة الأدب فقط، بل هي لغة العلم أيضا. وقد شاهدنا بعد هذا النهوض الموجز أن العرب كانت لهم شخصية قوية في خلق اتجاه علمي جديد، كما له أكبر الأثر في توجيه العرب فيما بعد. أعزائي المشاهدين، إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم، ونواصل ما انقطع من الحديث عن تاريخية اللغة العربية في العصر العباسي. والآن مع العلامة الشيخ ابن الهيثم الذي اشتهر بابن الهيثم، والذي ولد بمدينة البصرة بكفاءته في مجال الفيزياء. إذن هؤلاء العلماء كان لهم دور كبير في العلوم الإنسانية التي تدرسها الأمة أو يدرسها الناس في عالمنا هذا، حيث اهتم بدراسة الطب والهندسة، وكان مختصا حينها في طب العيون، والذي كان يطلق عليه حينها طب الكحالة أو الكحالة، كما أنه يعد مؤسس علم الضوء. كان الإقريق يعتقدون أن الرؤية البصرية تحدث بسبب خروج أشعة من العيون تمكن من رؤية الأشياء،
ولكن في تاريخ طب العيون في الحضارة الإسلامية رفض ابن الهيثم هذه النظرية وأثبت خطأها باستخدام جهاز بصري. والآن مع هذا الشيخ العلامة ابن حيان، جابر ابن حيان، يعد جابر ابن حيان الذي ولد في طوس في إقليم خراسان. نشاهد أو نركز أن هؤلاء العلماء هم ليسوا من العرب بل من العجم، ولكن يعدون من علماء المسلمين وأثروا ثراء كبيرا في النهضة الإسلامية. وفي إقليم خراسان في إيران، ولد في إقليم خراسان وهو الآن ما يسمى بإيران، من أفضل وأشهر العلماء في هذا الوقت وحتى وقتنا الحالي، وذلك في مجال الكيمياء. هكذا هو في مجال الكيمياء، وهو أول من قام باكتشاف السودا، وأيضا هو أول من استطاع أن يقوم باستحضار ماء الذهب، واستطاع أيضا في اكتشاف العديد من الأحماض والتي استخدمها في عملية فصل الذهب بشكل كامل عن الفضة. هذه كلها إمكانات علمية قوية كانت في ذاك الزمن في أيام العباسيين في عصرهم، في عصر الدولة العباسية. ومن الأحماض التي قام باكتشافها حمض النتريك وحمض الكبريتيك، وكما أن له العديد من الكتب والمؤلفات والتي يستخدمها الكثيرون ممن يدرسون مادة الكيمياء. ومن أشهر هذه الكتب كتاب السبعين، ولذلك فإن جابر يعد من مؤسس علم الكيمياء. والآن ننتقل إلى علماء العصر العباسي في اللغة العربية، أي في علوم اللغة العربية من أدب ونحو وصرف وإنشاء وعروض وغير ذلك من العلوم العربية التي نهضت في هذا العصر العباسي الأول والثاني. ومع الشيخ العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي، حينما يذكر الفراهيدي تذكر العروض في الشعر، وهو تخصص أدبي بدأ به في النقد للقصيدة بما يسمى الميزان، يزن البيت أو القصيدة بما يسمى بعلم العروض. وهو أبو عبد الرحمن الإمام صاحب العربية ومنشئ علم العروض البصري، أحد الأئمة المتخصصين في علم الأدب واللغة، وكان رأسا في لسان العرب، دينا ورعا قانعا متواضعا كبير الشأن. يقال إنه دعا الله أن يرزقه علما لا يسبق إليه ففتح له بالعروض. وله كتاب العين في اللغة أخذ عنه سيبويه النحو والنضر بن شميل وهارون بن موسى النحوي والأصمعي وآخرون. كان يعرف علم الإيقاع، كان يعرف علم الإيقاع والنغم، ففتح له ذلك علم العروض. ومن العلماء اللغة العربية أبو الأسود الدؤلي، ومن قبيل الدؤل، وهو ظالم ابن عمرو علي الأشهر. هو ظالم ابن عمر، ولد في أيام النبوة، يعني لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر من التابعين أو أتباع التابعين، وولد في أيام النبوة. العلامة الفاضل قاضي البصرة، وقال الواقدي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عن عمر وعلي وأبي بن كعب وأبي ذر وعبد الله بن مسعود والزبير بن العوام. كان ثقة
كان أول من تكلم في النحو، وقد أمره سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بوضع شيء في النحو لما سمع اللحن في القرآن الكريم. قال محمد بن سلام الجمحي أبو الأسود هو أول من وضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحرف الرفع والنسب والجر، فأخذ ذلك عنه العلماء. ومن العلماء اللغة العربية في الأدب أو الشعر العلامة الأصمعي. هذا العالم الآن مشهور بما يسمى قصيدة نسبت إليه زورا صفير البلبل. هذه ليست له، إنما نسبت له ولم يقلها. هذا العالم كان الحافظ حجة الأدب لسان العرب أبو سعيد عبد المالك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع. وقال ثعلب: قيل للأصمعي: كيف حفظت ونسوا؟ قال: درست وتركوا. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: ما عبر أحد من العرب بأحسن من عبارة الأصمعي. وابن معين قال: كان الأصمعي من أعلم الناس في فنه. قال أبو داود السنجي: سمعت الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هكذا كانوا يهتمون بعلوم اللغة العربية، وخاصة علوم النحو والصرف. والشيخ الأخير أو قبل الأخير هو الشيخ العلامة الجاحظ. هذا العلامة المتبحر لا نعرف عنهم شيء، وللأسف الشديد هؤلاء العلماء وهم تاريخ الأمة الإسلامية قد نسوا وتركوا، ولا يأبه لهم إلا طلاب العلم. العلامة المتبحر ذو الفنون أبو عثمان عمرو بن بحر ابن محبوب البصري صاحب التصانيف، وكان من بحور العلم، لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته. كانوا يقرؤون الكتب ويحفظون المتون، حتى إنه كان يكتري دكاكين الكتب ويبيت فيها للمطالعة، وكان باقعة في قوة الحفظ. وله كتاب اسمه الحيوان 7 مجلدات، وهو فرق ما بين الذكر والأنثى، وكتاب البغال والبيان والتبيين، وكثير من المؤلفات التي ألفها هذا العلامة المسلم الجاحظ. والآن مع هذا العالم أو العلامة ابن جني، هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي من الموصل، إمام العربية. كان أبوه مملوكا روميا، أي هو من الروم ليس من العرب، ولكن اجتهد وصار له شأوا في الحضارة الإسلامية. وكان أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد الموصلي، وكان أعور، مع ذلك صار عالما كبير. لزم أبا علي الفارسي دهرا وسافر معه حتى برع وسنف، وسكن بغداد وتخرج به الكبار. وله من المصنفات كتب المعروفة سر الصناعة وكتاب اللمع والتفسير. وله من المصنفات هذه الكتب منها سر الصناعة وكتاب اللمع وكتاب التصريف وكتاب التلقين في النحو، وكثير مما ألف. والعلامة الشيخ سيبويه
وهو كذلك ليس من قبائل العربية، إنما هو من فارس، ولكنه برع في النحو حتى يشار إليه بالبنان، فهو أبو بشر عمرو بن عثمان الفارسي ثم البصري، أي مكث في البصرة، إمام النحو حجة العرب، وقد طلب الفقه والحديث مدة. كانوا هؤلاء لا يكتفون بتخصص، إنما يدرسون كل العلوم الإسلامية ولكن يتقنون تخصصهم، فبرع وساد أهل العصر وألف فيها كتابه الكبير لا يدرك شأوه فيه. وقال العيشي: كنا نجلس مع سيبويه في المسجد، وكان شابا جميلا نظيفا قد تعلق من كل علم بسبب، أي كان له من كل علم من كل فن في العلم، وضرب بسهم في كل أدب مع حداثة سنه. قال إبراهيم الحربي: سمي سيبويه لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين، فهو بديع الحسن. والشيخ العلامة الزمخشري هذا يعرف بكتاب الكشاف، هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي العلامة النحوي صاحب الكشاف، ويسمى جار الله لأنه جلس ومكث في مكة، ويسمى بجار الله. ورحل وسمع ببغداد من نصر وغيره، وحج وجاوره، لذلك يسمى جار الله. وتخرج به أئمة، وكان مولده بزمخشر، قرية من خوارزم في إيران، في عام 467 هجرية، وكان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان، وله نظم جيد. وإلى لقاء آخر للحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي